سجلوا الشاشه وسجلوا في رؤوسكم عندي قبل الشاشه، ما يهمني الشاشه، يهمني انتم تسمعون. دائما في بيوتنا اول ما نلاحظ على الاطفال حركه مفرطه، يعني عنده فرط حركه او مفاجئ تأتأة في الكلام، او من اساس عنده تأتأة في الكلام، يعني من كبر وما نطق اصلا، ومن طفولته بدا عنده حركه مفرطه، او بنت من بنات يعني من الاسره من داخل البيت، سواء بابتدائي بمتوسطه بثانوي بجامع ماجستير متزوجه، طفله توها مولوده ما لها يومين، ولاحظنا عليها شيء من الملاحظات اللي بقولها بعد شوي، او الزوجه لاحظت على زوجها، او الزوج لاحظ على زوجته او اخته او امه او ابوه في البيت، الاسره تحت سطح واحد مثلا، بدينا نلاحظ عليه شيء. الملاحظات هذه وش؟ مثلا الاطفال، لاحظنا الاطفال انهم صاروا يبكون بدون اسباب، صار يصحى من نومه بشكل مفجع ويجي يصحي امه يقول خفت شفت شيء ما اقدر انام، ناموا عندي ناموا جنبي، يعني اصبح ما هو بالطفل اللي كان يروح ويلعب، تغير. يعني لاحظت على هذا الطفل بعض التغيرات، او بدل ما يتكلم يتأتأ، يعني ما يستطيع يقول الكلمه اللي كان يقول من امس، كان يتكلم طبيعي ماما وبابا وطبيعي، بعدين صار يتأتأ معكم، صار كلامه متقطع، ما يستطيع انه يواصل في كلمه مع بعضها، او اجلكم الله يتبول لا ارادي، او لو لا سمح الله يطيل الجلوس في دورات المياه، سواء كان شاب او شابه او رجل او امراه، يطيل الجلوس، يعني مو بشوي دخل دورة المياه تسبح وياخذ وقت نص ساعه بالحدود، لا بعضهم يطيل جدا حتى تفتقدونه، واحيانا يكون ما في صوت للماء، يعني ما في صوت، يعني داخل دورة المياه وما في حس، ساكت جالس كذا في دورة المياه. اذا كان يدخن مثلا، بعض الشباب يدخلون في دورة المياه، او بنت جالسه على جوالها في الحمام ساعتين 3 4 ساعات يوميا، وبدا يتكرر الموضوع هذا. بدأنا نشوف الأطفال ينظرون إلى السماء، يعني مثلا تتكلمه لا، يعني ما يركز معك، يرفع عينه يشطح فوق ما يركز معك، تشتت، تكلمه في موضوع يروح بك في موضوع ثاني، ترسل له شغله مع انه كان كويس، تقول جيب لي مويه مثلا من المطبخ، يروح ويرجع يقول ايش قلت لي. هنا بدينا نحس ان في اضطراب في البيت، سواء اطفال او بنات او رجال او ايا كان. وش اسوي انا في الحاله هذه؟ مباشره اول شيء اتصرف فيه اشوف الجوال، هل هو دخل على علم من علوم الطاقه او الجذب او الشكرات او من هالعلوم اللي قاعده تنزل علينا اليومين هذه، على طول مباشره ننتبه ونبحث في جواله حتى نخرج من الامر هذا كله، ونساله انت قاعد تبحث عن نجوم، نجمك شو اسمه، نجومك ونجومك، خرابيط هذه كلها اشياء شركيه، عبادات وثنيه بوذيه تعلق الانسان بغير الله سبحانه وتعالى، وتفصل العقل عن الواقع حتى يبدا يتدبر في امور لم تكن في حسبانكم ولا في حسبانه، وما له علاقه لا في دين ولا خلق ولا صلاه ولا عباده ولا تعلق بالله، انما نشاز تماما يخرج من المله. طيب، اول شيء ابحث في الجوال. الشيء الثاني مباشره اخذ على جنب، اخذ البنت، انت يا الاب الله يرضى عليكم اللي كل واحد منكم ياكل صحنين رز بالدجاج وصحنين سلطه وسته بيبسي وغير القهوه والحلا وغير الدنيا كلها، واذا قلنا اقرا على عيالك قال ما اقدر. ما تقدر ليش ما تقدر؟ وش مشكلتك؟ اذا ما انت بحافظ سوره الفاتحه والفلق والناس، تعال اعلمك اياها. مباشره تاخذ بنتك، انت ايها الرجل الماثل امامي الان، تاخذ بنتك او طفلك، لا تقرا عليه قدام اخوانه، لا تلقطه قدامهم في وسط الصاله تقعد تقرا عليه، خذه على جنب، شبعان وخواف. نعم. تاخذ البنت ولا الزوجه ولا اللي في عنده مشكله، تاخذه على جنب غرفه نوم بمجلس بمكان، تاخذ كاس ماء معك او علبه مويه زي بالطريقه هذه، تفتح الغطاء وتحطه بجنبك له انت، وتحط ولدك قدامك وتقول يا حبيبي، وتهدى معه هدوء تام، تقول يا ابوي انت وش فيك؟ وش تخاف منه؟ وش تحس فيه؟ تتكلم معه. اذا نمت تنام كويس او في مضايقات في نومك، احلامك وش هي مزعجه ولا لا؟ اذا قال لك نعم، اشوف اني اطيح، اشوف اني اطير، اشوف اني اكل اشياء ما هي بزينه، اشوف اني بدورات مياه متسخه، اشوف اني امشي باوديه، اشوف نفسي برؤوس الجبال، اشوف نفسي معلق بشجر، اشوف دواب ثعابين وعقارب وحياه تدخل علي، اشوف نمور وسباع وضباع وطيور متوحشه، اشوف احد يضربني، اشوف اخواني يخنقوني، اشوف شيطان يجي علي ما اشوف وجهه. سمعتوني ولا ما سمعتوني؟ كل الاعراض هذه اللي سمع منها شيء وشافها في عياله على طول مباشره يرقي عليه، يقول خلاص يا حبيبي ما فيك الا العافيه، انا بقرا عليك سوره الفاتحه ان شاء الله تصير بخير. طمنه اول شيء وحسه انه راح يصير بخير. بعدين تاخذ المويه وتنفخ في الماء بعد ما تذكر الله سبحانه وتعالى، تسمي بالرحمن، وتبدا تقرا على ولدك، تحط يدك اليمين جعلها ان شاء الله في الجنه، جعلها تبصم على المصحف الشريف يوميا، تبلل يدك اليمين اذا كانت تبغاها بزيت زيتون، تبغاها بدون لا باس بذلك، تحطها على صدر الولد
او على الظهر عند منابت الشعر او على مقدمه الراس بالطريقه هذه. تحط المنطقه هذه الكبيره دي اللي تضرب فيها في الكبسات، حطها على جبهته، ثبت الاصابع فوق، واقرا عليه سوره الفاتحه بالطريقه التاليه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. على صدر الولد، سهلة صح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. الفاتحة والفلق. تقرأ على ولدك الفاتحة والفلق، تنفث عليه، تنفث على يدك، تمسح على صدر الولد وعلى الراس وعلى سائر الجسد، او تنفث عليه نفث. بنتي كانت تصرخ تقول اشوف عنكبوت دائما، نفس اللي قالت هذه بنتها تصرخ. جيبي البنت يا ام قرينات وجلسي قدامكم واقرأوا عليها ما سمعتوني اقرأ سورة الفاتحة وسورة الفلق وسورة الناس، وبعدين اقرأ سورة الكافرون وقل هو الله احد الإخلاص، بعدين اقرأ آية الكرسي. سهلة صح؟ على الولد او البنت. بعدين اشرب انت من الماء وانفث عليه، حط بفمك مويه وانفث على ولدك، او خله يشرب من الماء اللي عليه رقيه شرعيه بالجلسه الاولى، وقل له روح اسرح العب طير روح ما فيك الا العافيه. وبعد ساعتين 3 4 6 ساعات بالليل قبل النوم، يا ولد تعال، يا بنت تعالي، يا زوجتي تعالي، حطهم جنبك، حطه قدامك، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد أو مس من الشيطان، الله يشفيك ويكفيك. اللهم إن كانت عينا عائنة فاصرفها واشفى، وإن كان من الحسد فاصرفه عنه يا حي يا قيوم، وانزل عليه الشفاء وفك عنه السحر وعقده. إذا حبيت تقول، ما حبيت خايف أنت عشان ما يصير عندك مشكلة، لا تقول، على طول تقول بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، كل شيء، ومن شر كل نفس أو عين حاسد أو مس من الشيطان، الله يشفيك ويكفيك. بعدين تقرأ الفاتحة زي ما قلت لك، الفلق، الناس، الكافرون، الإخلاص، آية الكرسي، تنفث عليه. كذا خلصنا الجلسة الأولى. هذه جلسة راقي في بيتك، أنت راقي وجلست جلسة اللي تكلفك 27,000 عند راقي برا، تكلفك علبة موية بربع ريال. صح كلامي ولا مو بصح؟ خلونا واقعيين، خلونا واقعيين. الجلسة اللي بتجيب لك رجال مثلك شنب ولحية زيك، تجيبه وتعطيه 5,000 عشان يجي يقرأ على ولدك في البيت، أنت جيب علبة موية بربع ريال حطها قدامك واقرأ على ولدك بربع ريال، يعني تقرأ عليه شهر كامل ب20 ريال، وتقرأ عليه في اليوم 3 جلسات، والراقي يجي و3 جلسات كل جلسة ساعة لو حبيت، بينما الراقي بيجي يجلس عندك نص ساعة ياخذ عليك 10,000 يضرب الباب. خذها بكيفك. أنا من الآن ورايح اللي بيكلمني الله يعينك 50,000 جهزوها، أقل من 50,000 ما برقي عليكم. 50,000 ربع الجلسة، جلسة كاملة 100,000، حرين كيفك. أنا كذا جلساتي غالية، ما أستطيع أجيك إلا ب500,000، تبغى ما تبغى بلط البحر كيفك. أو تعلم الرقية أنت وأرق نفسك وولدك بربع ريال، ادفع 100,000 أجيك، أو أعلمك ورق ولدك في البيت بربع ريال، اختاروا ما شئتم. يلا اكتبوا ايش تبغون، 100,000 ولا ربع ريال؟ كل صراحة اللي ما يقدر يرقي نفسه بربع ريال أنا أرقيه 100,000. يلا كيفكم، أنا ما بقعد أتشحطط في كل مكان أتنطط ببلاش. 100,000 أجيك، 100,000 أجيك. وجيب لكسس غمارتين، في جيب لكسس غمارتين؟ ما في. غمارتين وش؟ هايلوكس، هايلوكس غمارتين تعطيني إياها دبل غير تماتيك، ولا ما أجيك، ولا راح أخذ لك علبة موية بربع ريال، بربع ريال بس حطها قدامك، اقرأ على ولدك، جيبوها من تمارة ولا من تميس، ما علي منكم. جيب ولدك حط عليه ربع ريال مويه، اقرأ عليه وجيب زيت زيتون ب50 ريال، اقرأ عليه
على الزيت حقك، اقرا عليه سوره الفاتحه والمعوذتين. ويوميا انا قاعد اعلمكم، قاعد اشرح. هذا انا قدامكم مرتز، يلا شوفوا، جيبوا يدك، اقرا على الزيت حقك، اقرا عليه سوره الفاتحه والفلق والناس والكافرون والاخلاص وايه الكرسي وبعض ايات السحر لو حبيت، او زوجتك اذا كان في سحر لا سمح الله وشاكين فيه انه في حاله استفراغ، في تقيؤ، في نفور بين الزوجين، يكون مثلا السحر لا سمح الله تفرقه، جيب زيت زيتون اقرا عليه الفاتحه، ايه الكرسي، المعوذتين، الكافرون والاخلاص، اقرا عليه بعض ايات السحر. ثم ليليا انت وزوجتك وعيالك في البيت، ليليا عب لك علب، جيب لك كم عيالك؟ 6 في البيت، 6 في البيت، جيب لك لتر زيت، جيب لك لتر كامل زيت، وزع على العلب الصغار هذه بعد ما تقرا عليه، كل واحد علبه، قول يا ولد خذ العلبه حقتك حطها عند راسك وافتح فتحه هنا، افتح فتحه هنا، خلاص لا تخليني اعصب عليكم، افتح فتحه في العلبه هذه، ويوميا قبل لا تنام بسيط ادهن جبهتك هذه اللي كنا جبهه كنا حبه تميس، وادهن صدرك هذا اللي كنا مزارع غابه، وادهن سرك اللي فتحته كنا فتحه صفايه. وش اسوي فيكم انا؟ وش اسوي فيكم؟ لازم اعصب. طيب خلاص، الزيت زيتون ايش تسوون فيه؟ ادهن جبينك الجبهه كامله مع منطقه الرقبه حتى كذا، ادهن صدرك، امسح حتى اسفل البطن، حط بمنطقه السره عندك شويه زيت، وبعدين بطن القدم. المراحل هذه سهله، جبين، صدر، سره، اقدام، جبين، صدر، سره، اقدام، صح ولا لا؟ فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ خلاص، مرحبا يا لوف ستار، نورتي الحته وام الحته. طيب هذا الزيت ليليا باستمرار انت وعيالك كلكم في البيت. كم كلفتكم العلبه؟ 50 ريال، صح ولا لا؟ كرتون مويه 25 ريال، كرتونين مويه 25 ريال، يعني مثلا 10 ريال ونص. اقرا على الكراتين هذه كلها، جيب المويه ولا تقرا عليها، كل واحد منهم جاي يشرب مويه قل لا تشربوا المويه حقتك الى تقرا عليها سوره الفاتحه بنيه شفائك، بيقين وتدبر ونيه شفاء، بيقين وتدبر ونيه الشفاء. اضحك يا ام فهد، انبسطي، ما عندنا خلاف، احنا هنا نبغاكم تنبسطون وتفهمون كل شيء. طيب ابى اعيد عليكم، مرحبا يا لوف، مرحبا، بالله طلعوني رحله ام خليفه، بالله طلعوني كذا، طلعوني كوالالمبور ولا اي مكان، ولا سفانه، ولا زيمبابوي، ولا ان شاء الله حتى جبال الهملايا، بروح ارتاح ليومين. لازم اغيب عنكم 10 ايام، اروح ارتاح، اخلي جوالاتي في السعوديه، اخلي اللابتوب، اخلي كل شيء اخليه هنا، امشي بدون جوال، بدون وسائل اتصال، كلها بقطعه، اروح اجلس في كهف في الهملايا، وبعدين اجي ارتاح. نعيد عليكم مره ثانيه، زيت زيتون، العسل ما يحتاج رقيه، جيب زيت زيتون، جيب مويه عندك في البيت زمزم او ما شابه ذلك، اقرا عليهم سوره الفاتحه وايه الكرسي، الكافرون، الفلق، الاخلاص، ثم زد عليهم ايات الشفاء، ونزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. لو حبيت تزيد عليهم واذا مرضت فهو يشفين، زد عليهم قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بعدين تنفث على الزيت تحطه توزعه في علب، كل واحد من عيالك ياخذ علبه عند راسه يحطه عند فراشه زي ما يحط الجوال حقه ليليا. قل له يوميا قبل لا تنام ادهن الاتي: جبهتك، صدرك، سرك اللي كنا فتحه صفايه، وبطون اقدامك اللي كنا حراشيف ضب، ليليا. اصلا زيت الزيتون بحد ذاته يعني بدون رقيه بدون شيء كله فوائد على بعضه. اتجاه معاكس، مو بشغلك، مو بشغلك. كم عمري؟ كل شيء ناقص لي. كم عمرك؟ كم عمرك يا معاكس؟ مو بشغلك كم عمري. بعدين تدهنون ليليا. اساسا زيت الزيتون افضل نوع، جيب زيت الزيتون اصلا بحد ذاته ذاك التب. هذا الزواج بنحضره انا وياك. مرحبا يا تب، نورت الحته. بعد راسي يا تب، الله يكثر خيرك ويبارك فيك، شكرا لك يا بعد راسي. طيب دهان الزيت زيتون اصلا كله فوائد، نظاره في الجسم. اذا عندكم بذور وعندكم بلاوي زرقاء متلتله في وجهكم من كثر السهر، من كثر مسكه الجوال، تراه يصنفرها. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، نورت الحته وام الحته يا ابو يا شيخ الغالي تب. طيب اللي عندكم بعضهم عنده مثلا يكون عنده مشاكل بالوجه،
دهان زيت زيتون. واليوم الثاني الصباح بدري اول ما تقوم من نومك تجيب المنشفه. تذكرون قلت لكم امس منشفه جاني 660 الف سؤال. المنشفه هذه وش نسوي فيها؟ المنشفه هذه يعني بالله عليكم قلت تجيب منشفه يعني ايش تسوي فيها؟ تمسح الزيت اللي في وجهك. يعني هل يعقل اني انا نسيت اقول امسح الزيت بالمنشفه حقتك؟ يعني ايش تسوي بالمنشفه؟ تاكلها مثلا، تمسح بها وجه جارك، تروح تمسح طبلون سيارتك. واحد نام في الليل وعلى وجهه زيت زيتون وقلت له بكره الصباح تجيب لك منشفه وتسخنها بمويه حاره وتنشفها تعصرها، وبعدين سكت. انا جاني واحد زي معاكس الحين، ولا زي تب قطع علي، ولا زي لوف قطعته علي، ضيعت السالفه. كنت بقول امسح، لا منديل ما ينفع، منديل ما ينفع، جيبوا منشفه افضل على اساس يشيل البذور هذه اللي مليانه وجيهكم فيها بذور ما ادري وش هي، عشان كذا تخليك تلمع كانك قزاز. نسيت ما قلت امسح وجهك. يعني هل يعقل ان واحد نايم بزيت زيتون في وجهه وقلت له خذ منشفه اعصرها، بس ما قلت امسح وجهك، نسيت؟ يعني وش يعني الى الدرجه هذه غشيم ما تعرف ايش تسوي؟ امسح وجهك بالمنشفه، لان المناديل تلزق في وجهك وما تشيل الزيت. اللي يشيل الزيت تماما شو اسمه منشفه تكون معصوره تماما صغيره كبر الكف وتصير ساخنه نوعا ما، وسوي كذا جفف وجهك زي اللي عند الحلاقين، اللي دائما عند الحلاقين 24 ساعه. وبعدين وصل للفجر او اغتسل كلك بالدش والصابون. لكن افضل شيء عشان تصير البشره عندكم كانها قزاز تلمع لمع، تلمع، خاصه انتم يا النساء تموتون موت في بشرتي تلمع، تموتون موت وصاكين بعضكم بعض عين. تروحون استراحات، واحده مسكينه مشتغل على نفسها ليل نهار تحط على وجهها خيار وجزر وفجل وفول وفلفل. يعني الواحد يروح يجيب خضار ب 100 ريال ياكلون منه 3 ريال والباقي كله راح في وجهه. كل يوم اجيب خضار كيسين، كيس للوجه وكيس للسلطه، كيس لخدودها وكيس للسلطه. تقوم تاخذ كيس السلطه على كيس خدودها وتحطه كله في خدودها. ليش؟ انا جبت خيار وينه؟ قالت معليش والله نسيت حطيته سويته. تطلع بسم الله الرحمن الرحيم المرأة الخضراء، فجل وسلطه وجرجير وخس سبانخ، بسم الله الرحمن الرحيم، متنكره. حسيتها. ليش تنكرتي؟ قالت لا انه عشان بشرتي تصير تلمع. قلت انا بس اغسل بمويه وصابون ادهن وجهي بزيت زيتون والمع احسن منك. ليش كذا؟ ليش خلصتوا الخيار؟ واللي ماسكه الزبادي وتحط عليه ملعقتين عسل احسبها بتاكله شوي الا بدهن في وجهها. الرقيه سهله زي ما قلت لكم، خلاص عرفنا الرقيه وعرفنا تطبيق الرقيه.